السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نجوى معاكم ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نحط لايك للفيديو بتاعنا النهاردة ونقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكل حلو جدا. من ناحية اقتصادي ممكن تستخدمي اي وجبة فيهم تبقى اقتصادية بالنسبة لك، مش لازم تعملي ان انا عاملاهم مع بعض. النهاردة ان شاء الله هنشوف زي ما احنا شايفين مع بعض كده. انا جبت ده نص كيلو من البانيه. طبعا هم عايزين بقى ولادي وجوزي عايزين ياكلوا بقى اكل من بره، قلت لهم لا انا اكل من بره ليه؟ دلوقتي الايام يعني مش مستحمله خالص نجيب اكلات من بره والدنيا غاليه جدا. فانا عملت ايه؟ صحيت الصبح نزلت كده جبت ايه؟ جبت بانيه. جبت نص كيلو البانيه، ده كان عامل 40 جنيه. هو الكيلو كان ب80. جبت كده نص كيلو. هنعمله ايه؟ هنعمله ستريبس. وكمان هطلع عندي كيس من كيس لحمه مفرومه من الفريزر اللي انا عاملاها معاكم. وهنبتدي نشوف هنعمل ايه النهارده. عايزين اكل مطاعم؟ لا احنا نجيب المطعم بقى لحد البيت. يلا حطينا لايك للفيديو ونقول بسم الله. وابتديت كده ان انا عملت ايه؟ جبت الفراخ بتاعتي اللي هي البانيه دي، انا جايباها بانيه على بعضه، مش جايباه يعني مش جايباه شرايح خالص، عشان طبعا الشرايح بتاعه البانيه هتبقى رفيعه فمش هتبقى حلوه في الاستريبس. هنجيبها كده على بعضها ونقسم كل فص من اللي هي الصدر ده هنقسمه كده الاتنين. وبنبتدي نقطع تكون الصوابع بتاعتي تخينه علشان تديكي طعم حلو، وعلشان كمان تبقى حلوه كده وانت بتاكليها ما تبقاش رفيعه. تمام. ابتديت كده ان انا قطعت صوابع تخينه زي ما قلت لكم. هجيب بقى عشان نعمل التتبيله بتاعتنا الاول كده عشان نظبط الدماغ. عملنا كوبايه شاي حلوه وهحطها جنبي كده اشربها، علشان انا لازم يوميا لازم شاي قهوه علشان دايما عندي صداع. تمام. طبعا هو الحاجات اللي فيها كافيين بتزود الصداع اكتر، بس هعمل ايه؟ هو لازم بقى تاخدي كده برشامه الصداع وبعدين كوبايه الشاي او القهوه يا دوب ان هي تظبط معاكي وتمشي يومنا. عملت ايه دلوقتي؟ جبت عندي البولة، حطيت فيها كوباية لبن، حطيت فيها 4 معالق من الدقيق اللي هي ما يعادل نص كوباية دقيق، حطيت فيها معلقة نشا، حطيت بقى التوابل بتاعتنا بابريكا، بابريكا، فلفل اسمر، كزبرة، كمون، بهارات فراخ، حطيت كمان توم باودر اهو. وهحط شويه من الكركم عشان يديني كده لون للستريبس بتاعنا. الستريبس ده اللي هو زي ما احنا عارفين اللي هو الدجاج المقرمش او صوابع الدجاج المقرمشه، صوابع الفراخ يعني بتبقى مقرمشه كده. تمام. بعد كده حطيت طبعا الملح بقى وظبطته، وهبتدي ان انا اقلب بقى الخلطه دي كلها كده مع بعضها، عشان هسيب عندي الفراخ يعني صوابع الفراخ اللي عندي دي هسيبها في التتبيله بتاعتي تقريبا من ساعه لساعتين او زي ما انت حابه. الوقت اللي انت حباه. لو انت هتشتغلي على طول مش مشكله، هيطلع معاكي برضو حلو جدا، بس طبعا الحاجه لما بتتحط في التتبيله بتديكي طعم احسن، وبتديكي ان هي بقى بتبقى شاربه كده من التتبيله وقت اطول، فبتديكي طعم احلى. تمام. انا طبعا نسيت كده ايه احط النص الليمونه دي، فعصرتها كده وابتديت ان انا اقلب كمان. تمام. هسيبها بقى هغطيها كده. طبعا احنا هنعمل الحاجات اللي عايزه تتبل هنعملها الاول وهنركن على جنب لحد ما ايه بعد كده نرجع نشتغل فيها تاني. ركنت بقى التتبيله بتاعه البانيه كده. طبعا الجو برد انا محتاجتش احطها في التلاجة، هسيبها جنبي على الرخامه كده وهشتغل في الكفته. عندي ده ايه؟ عندي تقريبا نص كيلو او ما يعادل كيلو الا ربع كده، او يعني كيلو الا ربع ناقص شويه من اللحمه المفرومه. انا بجيب الكيلو بقسمه على 3، بقسمه على 3 اكياس. تمام. الكيس ده كان قصدي اللي معايا في البولة ده كانوا كيسين. تمام. هاتي بقى اللي يعجبك. احنا هنقول مثلا ان دول نص كيلو. حطيت النص كيلو، عملت عليه عندي بصلتين صغيرين مفرومين، او لو انت هاتي بصليه حلوه كده تكون واحده بس، ما تحطيش كتير عشان الكفته ما تسيبش منك. حطيت عندي عليهم شويه صغيرين خالص من الايه ده المفروض احنا نحط بقدونس. انا كان عندي شبت ففرمتهم على ايدي كده ناعم خالص وحطيتهم. بعد كده هعمل ايه؟ هحط معلقه من النشا، وهحط بقى التوابل بتاعتي كلها. لو عندك توابل كفته استخدميها افضل لك، ان انت لو ما عندكيش يعني التوابل دي. حطينا توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمه، 7 بهارات، حطيت بابريكا، حطيت ملح، حطيت ربع معلقه كده من البيكنج باودر. تمام. هدعك بقى كويس كله مع بعضه، البصل مع البقدونس مع التوابل مع اللحمه. هندعك كويس جدا علشان كل حاجه تتجانس مع بعضها وتديكي عجينه كده ايه حلوه.
وتتماسك مع بعضها. تمام. بعد ما تعجني بقى كويس كده هتدخليها التلاجة. لو انتي مش عايزة تعجني فيها كده كويس خديها في الكبة واعجنيها، هتطلع برضو معاكي كل المكونات اختلطت مع بعضها. تمام. عجنتها كويس ودخلتها التلاجة. يبقى كده خلصنا من ايه، من التتبيلتين اللي عندنا النهاردة. هندخل بقى نعمل ايه، هنعمل صلصة علشان الوجبات بتاعتنا النهارده دي محتاجه جنبها مكرونه، فاحنا هنعمل مكرونه اللي هي الاسباجيتي. اعمل لهم بقى الصلصه بتاعتها. طبعا بصوا المكرونه ممكن تعمليها الصلصه بتاعتها تعمليها بتوم او بصل عادي، بس بصراحه لما بعملها بالثوم بتبقى حلوه جدا والولاد بتعجبهم بياكلوها بصراحه. فعملتها بالثوم، حطيت كده ايه معلقه سمنه وحطيت عليها كده قد معلقتين توم مفروم. هنقلبهم بقى كويس لحد ما ايه ما لونه يحمر كده، وبعدين هنزل عندي بالطماطم. الطماطم يستحسن ان انت لما تيجي تعملي المكرونه الاسباجيتي دي او اي مكرونه مسلوقه يعني تكون الطماطم يكون عندك صلصه. فانا عملت ايه، انا كان عندي طماطم عندي طماطم يعني في التلاجة، بس ما استخدمتهاش. طلعت كيس من اللي انا كنت مفرزاه معاكم، فقلت دي ايه هتبقى احسن وهتبقى يعني متشال منها القشر بتاعها وكده، وهتبقى ايه زي الصلصه بالظبط اللي احنا بنجيبها من بره. فحطيت بقى كيس كده كان لسه ما فكش، حطيته وحطيت معاه شويه ميه وهسيبها بقى تفك مع نفسها، وبعدين نرجع نحط التوابل. تمام. هنا بقى كانت فكت اهي، ما خدتش معايا وقت خالص، بالظبط دقيقتين 3 وهتلاقيها ايه التلج فك منها خالص. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، هنحط ملح وهحط فلفل اسمر، وهنحط شويه من البابريكا، بس مش هحط حاجه تانية، مع طبعا ايه شويه من السكر. تمام. بقى حطينا فلفل اسمر وملح وشويه بابريكا. تمام. قلبنا بقى كويس مع شويه السكر. وعندي هنا جنبي على النار حاطه حله عشان هنسلق فيها المكرونه. حطيت بقى كده شويه ملح معاهم شويه زيت، وهسيبها بقى لحد ما الميه تغلي معايا، وبعدين هحط فيها المكرونه. احنا بنحب نحط المكرونه زي ما هي كده، اللي هي طويله يعني مش مقصوصه مش مكسراها. فهتشوفوها معايا برضو انا حطيتها ايه كده زي ما هي. تمام. طلعت بقى الكفته عندي خلاص، كان يعني الوقت خلاص عملت كل حاجه يعتبر، باقي ان احنا بقى ندخل الكفته الفرن ونقلي الستريبس. تمام. احط بقى ايه، هجيب طبق عندي كده هدهن، اجيب فيه يعني شويه من الزيت، هدهن بايدي بقى كده وانا بصبع. تمام. لو جنبك بقى اللي هي ميه بصل، او جنبك مثلا طماطميه مبشوره ومعاكي ميتها وكده صبعي بيها، بس انا اكتفيت ان انا صبعت بالزيت بتاعي بس. تمام. هنصبع كده على اي حاجه عندك، على قلم، على معلقه، على اي حاجه. انا بصبع عندي على الاسياخ دي، السيخ ده اللي هو بتاع المسن قصدي، اللي هو بتاع السكاكين. تمام. هنصبع بقى على زي ما انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره اللي يعجبك وزي ما انتوا بتحبوا. النهارده هنعمل الكفته بطريقه حلوه جدا، وهتطلع معاكي نفس اللون اللي بتجيبيه من عند الراجل بتاع المشويات. تمام. هنعملها ازاي، انا مش هسويها في الفرن اللي هو البلدي، لا هسويها في فرن البوتاجاز بتاعنا اللي هو فيه شوايه. هنجيب الصينيه زي ما انتوا شايفين كده فيها ميه، وتكون الميه ايه يستحسن ان هي تكون ميه سخنه، وهتجيبي عليها الشبكة دي، وهنرص بقى الكفتة بتاعتنا على الشبكة، وهسيبها لحد ما تستوي. البخار بقى اللي هيطلع من المية ده هو اللي هيسويها، فهتبقى مستوية بقى ولونها حلو جدا زي المطاعم بالظبط. اول ما تطلع بقى حطي لها حتة فحمة وغطيها بالفويل، هتلاقي بقى طعم وريحة جنان. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. تمام كده. هدخل بقى الكفتة بتاعت الفرن، هي برضو بتاخد وقت شوية يعني مش زي اللي بنسويها في الفرن البلدي. اللي بنسويها في الفرن البلدي بتبقى ما بتاخدش معاكي 10 دقايق وبتستوي على طول. تمام. انما دي هتفضل زي ما هي، ولا هتكش ولا هيجرى لها اي حاجة، وهتطلع طعمها ولونها زي اللي بتجيبيها من بره بالظبط. تمام كده. عايزين نعمل بقى الاستريبس ممكن نعمله ببقسماط، ممكن نعمله نجريسكو، لا نعمله قصدي المهم ان انت ممكن تجيبي له ايه فيجيتار وبقسماط والحاجات دي. انا بقى عندي الفينو اللي هو بيتبقى من الولاد، في عندي كده احنا بنجيب بقى عشان المدارس وكده، فبيبقى باقي عندي فينو، فهجيب الفينو بتاعي اضربه في الكبه. هو طبعا ناشف، انا يعني سايباه بسيبه لحد ما ينشف خالص، وبعدين بشيله بقى في الفريزر عندي. طلعته بقى ايه هضربه، بصراحه الكبه نعمته جدا وعجبني ان انا ضربته في الكبه. يعني انا قبل كده كنت بجيب كيس تقيل وبدق عليه كده بالهون او باي حاجه وبفضل لحد ما ينعم خالص.
بس جربته في الكبة المرة دي لقيته حلو جدا والكبة بتضربه. هزود بقى كمان كده ايه صباع فينو علشان يكفي معايا يعني الكمية. تمام، هنضربهم بقى وبعدين هنجيب الاستريبس اللي احنا متبلينه وهنبتدي بقى ان احنا نشتغل على طول ونقلي في الزيت، وكده يبقى كل الاكل بتاعنا خلص، ما خدش وقت خالص يعني. كل حاجة عملتيها وانت واقفة، تتبيلات وبعدين عملنا الصلصة وبعدين المكرونة، ودلوقتي هنقلي الاستريبس والكفتة عندي في الايه في الفرن. تمام، يلا بقى ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو لو وصلت لحد هنا، ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو انتي عجبتك يا رب القناه يا رب تحطي لنا بس اشتراك للقناه، و تستني بقى فيديوهاتنا ان شاء الله هتعجبك. تمام، اهو انا كنت بوريكم ان هي الكبه نعمته حلو جدا وكان ناعم وكويس. تمام، هطلع بقى عندي الفراخ اللي احنا متبلينها الستريبس. هعمل ايه، هجيب عندي كده ايه اللي هو البقسماط او الفينو اللي احنا فرمناه، هحط فيه واغطيها كده كويس واغلفها كلها بالفينو بتاعنا. تمام، اهو هضغط كده عليها واغلفها كلها كويس علشان تبقى مفيش اي حته فيها يعني مش واخده القرمشه دي. تمام، الفينو ده هيديها قرمشه حلوه جدا وكمان بيديها طعم. بصراحه احنا كنا ايه يعني ما مش من عشاق البانيه قوي، بس لما جربنا الاستريبس بقينا بنحبه يعني. وابني كمان يعني ابني زي ما انا قايله لكم انه مفيش اي حاجه بتعجبه ومش بيحب الاكل والكلام ده، بصراحه بيعجبه وبياكله. فانا ايه من وقت للتاني كده بجيبه وبعمله. تمام، عملنا بقى ايه كده ايه هنتبل بقى كله كده، هغطيه كله بالبقسماط وجنب الزيت بقى ايه والع طبعا مولعه عليه علشان يبقى سخن جدا، لازم يكون زيت غزير وكمان يكون الزيت بتاعك سخن. تمام، الزيت اللي هتعملي فيه يعني مش هينفع تعملي فيه حاجة تانية، فلو انت عندك زيت مثلا عاملة فيه مثلا مرة ولا اتنين استخدميه، هيكون افضل ما يكون زيت جديد وهترميه على طول. تمام، الزيت بقى سخن اهو معايا، ابتدي ان انا انزل بيه ومش هقلب خالص غير لما ياخد لون من الناحية التانية وبعدين اقلبه. هو مش بياخد وقت بس لازم تتأكدي انه استوى كويس علشان ما تجيش تاكلي الحاجة وتلاقيها لسه طرية كده وايه وما استوتش. هو هيقرمش بسرعة كده زي ما احنا شايفين هيستوي، وهتيجي بقى تدوقيه بصراحة يعني حلو جدا، مقرمش كده ومن جوه جوسي وحلو، وكمان التتبيلة بتبقى مدياله طعم تحفة. زي ما احنا شايفين كده اهو انا بقلبه كده عشان اتأكد ان هو خد لون من كل الجوانب، وبعدين هجيب المصفى بتاعتي كده وهصفيه كويس وبعدين اطلعه عندي بقى في الطبق. وايه دي الصلصة بتاعتنا بقى كانت خلاص. انا كنت طفيتها عليها اساسا من شوية وبعدين رجعت دلوقتي يعني ولعتها بقى تاني علشان احط عليها المكرونة. تمام، اهو زي ما احنا شايفين الصلصة ناعمة جدا و ما فيهاش اي قشور ولا اي حاجه، ودي احسن حاجه للمكرونه الاسباجيتي ان هي تكون الصلصه بتاعتها ناعمه وما تكونش فيها اي قشر من الطماطم خالص. تمام، ده بقى كان الغدا بتاعنا النهارده، ويلا بقى قومي اعملي اي وصفه منهم وقولي لي رايك فيها. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ما تنسوناش بقى تحطوا لنا لايك، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.